ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام صف فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات ناديين من الانديه القويه جدا، منهم نادي في الدوري الممتاز ومنهم نادي في الممتاز ب، من اقوى الانديه في الممتاز ب. هنتكلم عن نادي فاركو ونادي القناه. هنتكلم عن اختبارات نادي فاركو ونادي القناه من اقوى الفيديوهات ومن اهم الفيديوهات. تابع الفيديو للاخر وتتعرف على كل المواعيد، يمكن ليك نصيب ان شاء الله ان انت تكون في نادي من الانديه دي. بس قبل ما تبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. النهارده هنتكلم عن ناديين اقوياء جدا، نادي منهم في الدوري الممتاز من اقوى الانديه من ناحيه الماديات ومن ناحيه النظام ومن ناحيه الاحترافيه، وهنتكلم عن نادي تاني هو نادي القناه، اللي هو نادي من اقوى الانديه في الممتاز بيه وعنده امكانيات ضخمه جدا، وتابع شركه قناه السويس، ومن الانديه اللي مهمه جدا اللي انت لازم تعرف تفاصيلها عشان تروح، لان من الانديه النظيفه فعلا. فهنبتدي الاول الفيديو باختبارات نادي القناه، وبعد كده نخش على نادي فاركو. نادي القناة عامل اختبارات، ومن الاختبارات دايما اللي انا بشجعها كل سنة اختبارات بتبقى مميزة، اختبارات بيبقى عايزين مواهب، اختبارات بتبقى فيها مصداقية، والنادي ما فيهوش اي شبهة استثماري. نادي تابع لهيئة قناة السويس، هو اللي بيصرف على النادي وهو اللي بيدعم النادي. فنادي من الانديه اللي عندها امكانيات قويه جدا وعندها سكن وعندها ملعب محترم وعندها نادي محترم وجيم محترم، فمن الانديه في الممتاز ب اللي عندها مواصفات نادي دوري ممتاز كبير. فان شاء الله يكون ناس كتير بتتفرج عليا نصيبها في النادي ده. هنتكلم عن الاختبارات شغاله حاليا لحد يوم 26/6، يعني شغاله من دلوقتي لحد اخر الشهر. من دلوقتي لحد اخر الشهر كل اسبوع مقسم 3 ايام ناشئين و3 ايام براعم. الاختبارات تبقى في نادي القناه القديم بجوار مصنع كوكاكولا. نادي القناه القديم بجوار مصنع كوكاكولا. الاختبارات هتتقسم سبت واثنين واربع ناشئين وحد وثلاث وخميس براعم. سبت واثنين واربع ناشئين وحد وثلاث وخميس براعم. بس كل يوم من دول يعني ايام الناشئين بتتقسم الساعات على كل حسب مرحله سنيه، وايام البراعم نفس الكلام. فالناشئين مثلا سبت 2 و4 من الساعه 9 لحد 11 ده مواليد 2009 و2008، اما من الساعه 11 لحد الساعه 1 ده مواليد 2007 و2006. يبقى مواليد 2008 و2009 من الساعه 9 لحد الساعه 11، مواليد 2006 و2007 من الساعه 11 لحد الساعه 1 ايام سبت 2 و4. اما البراعم هتبقى حد وثلاث وخميس وبرضه مقسمه لساعتين، كل ساعه فيها مراحل سنيه معينه، فهتبقى حد وثلاث وخميس من كل اسبوع. من الساعه 9 لحد الساعه 11 هتبقى مواليد 2015 و2016 و2014، 2015 و2016 و2014. اما من الساعه 11 لحد الساعه 1 هتبقى مواليد 2013 و2012 و2011 و2010. الكلام ده مستمر لحد يوم 26/6. تقدر تروح في الفتره دي، تقدر تروح دلوقتي، بس اهم حاجه تكون مستعد وتكون جاهز للاختبارات. برضه هسيب لكم رقم في الشاشه تحت اهو، لو عايز تستفسر عن اي حاجه تسال وتتصل قبل ما تروح، او عايز تسال عن اي مواعيد او اي حاجه تقدر ان انت تتصل. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او بعمل لي فولو على انستجرام وكلمني هرد عليك على طول. ندخل بقى على الاختبارات الثانيه، وهي اختبارات نادي فاركو. طبعا نادي فاركو من الانديه الكبيره جدا، واللي كان ليا الشرف ان انا لعبت في نادي فاركو. من الانديه اللي عندها امكانيات ماديه ضخمه، ومن الانديه اللي عندها احترافيه في التعامل. دايما بيحاولوا ان هم يتعاملوا زي الانديه الاوروبيه، دايما بيحاولوا ان هم يتعاملوا زي الانديه الكبيره. فهتلاقي فيها هناك استقرار، وهتلاقي فيها سكن كويس محترم، وهتلاقي فيها تمرين محترم للناشئين، وهتلاقي فيها اهتمام بالناشئين. فمن الانديه اللي انا بشوفها من اهم الانديه في الناشئين، وكانت نتائجها السنه اللي فاتت نتائج قويه جدا على جميع المراحل، سواء على مستوى اسكندريه او سواء على مستوى الجمهوريه. فكانت من الانديه المهمه جدا والناس بتعمل لها حساب، من الانديه ان انت لو رحتها هتبقى بتحدد بشكل كبير قوي طريقك في الاحتراف او طريقك في الكوره. فيا رب تكون ناس كتير من اللي بتتفرج نصيبها في نادي فاركو او نادي القناه او نادي من الانديه اللي انا بشوفها مش استثماريه نهائيا، وما بيبصوش على الماده لان عندهم امكانيات ماديه ضخمه، فمش مخليهم ان هم يبصوا على الماده او يعملوا اختبارات سبوبه او يقلبوا النادي نص استثماري او يقلبوا النادي كله استثماري. فمن دي من الانديه المحترمه اللي مش هتدفع فيها جنيه، واللي بالعكس ممكن تاخد فيها لو انت لعيب كويس وتعمل لك عقد والكلام ده كله. فالنادي فاركو عامل اختبارات من يوم 10/6 لحد يوم 17/6، من يوم 10/6 لحد يوم 17/6. بس في 3 ايام في مكان وفي باقي الايام في مكان تاني، يعني من اول 10/6 لحد يوم 13/6 ده هيبقى في المدينه الجامعيه بسموحه من الساعه 11 لحد الساعه 2. يبقى هنقول تاني، من يوم 11 لحد يوم 13 في المدينه الجامعيه
بسموحه من الساعه 11 لحد الساعه 2. اما باقي الايام من اول يوم 14 لحد يوم 17 فده هيبقى في ملعب افريكانو في برج العرب، من يوم 14 لحد 17 في ملعب افريكانو في برج العرب برضو من الساعه 11 بس لحد الساعه 3، من الساعه 11 لحد الساعه 3. محتاجين مواليد من 2009 لحد 2015، من 2009 لحد 2015. مفيش سعر استماره، نادي من الانديه قويه، نادي من الانديه المحترمه، ناديين محترمين. فيديو فيه ناديين محترمين. لو انت من اسكندريه طبعا روح اختبارات فاركو، لو انت من القاهره ممكن تروح اختبارات القناه بيوفروا سكن، وبرده ممكن تروح اختبارات فاركو بيوفروا سكن وبيوفروا بدل انتقال. فكل ده انديه تقدر ان انت تروحها لو انت في اي محافظه من المحافظات، سواء صعيد سواء القاهره سواء اي محافظه في مصر. دي من الانديه اللي هتوفر لك سكن وهتوفر لك بدل انتقال، ومش هتصرف على الموضوع من جيبك، بالعكس بل هتستفاد ماديا وهتستفاد مستقبلا وهتستفاد من كل النواحي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ارد عليك على طول. يا رب اكون استفدت معاك في الاسلام. مصطفى من قناه يوميات لاعب كره قدم، اشوفكم على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم.